السلام عليكم احبائي متابعين القناه، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ ذا شيف. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل الشاورما المصريه على الطريقه المصريه. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنال اعجابكم. تعالوا مع بعض نعرف المقادير وطريقه التحضير بعد الفاصل. اول حاجه هنحتاج ربع كيلو لحمه. المقادير دي انا عاملها بربع كيلو لحمه، تمام. مقطعنا قطع صغيره زي بيقولك تقطيع الشاورما كده، كريهات صغيره يعني بلغه الشيفات يعني. هنجهز دلوقتي التتبيله بتاعه الشاورما. هنضيف علبه زبادي، هنحط عليها بمقدار معلقه كبيره خل، رشه ملح، هنضيف عليها البهارات. هنحط كمون وشوية من الجنزبيل وفلفل الأسمر طبعا. هنديها معلقة صغيرة من المستردة ونقلب المكونات بتاعتنا كويسة جدا جدا. تمام كده. هنسيبها في التلاجة من ساعة لساعتين. بعد ساعة يا جماعة، بعد ما طلعت معانا، هنجيب طاسة بتاعتنا على النار، نحط فيها مكعب من الزبدة، مع سنة زيت، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين الزبدة متحرقش مننا. هنبدأ ننزل باللحمة بتاعتنا في الطاسة وتاخد تشويحة، ونستنى لغاية لما تنزل ميتها وتشربها تماما. الشاورما المصري يا جماعة بتفرق عن الشاورما السوري ان احنا بنحط فيها البقدونس ونحط فيها بصل وطماطم، غير طبعا الشاورما السوري. تمام، دي الفرق بين الشاورما المصري والشاورما السوري. احنا بنحط فيها بقدونس كتير وبنحط فيها بصل وطماطم. هنسيب اللحمه بتاعتنا لغايه لما تنزل ميتها تماما وتشربها، واهم حاجه نتاكد ان اللحمه مستويه عشان ما تبقاش بتشد معانا جامد يعني. ده منظر اللحمه بعد ما نزلت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين. هنسيبها شويه على النار ونغطي عليها، وده شكلها بعد ما شربت الميه بتاعتها تماما. هنبدا نضيف عليها دلوقتي كوبايتين من الميه صغيرين عشان اللحمه تستوي معانا كويس، ونغطي عليها. وكده اللحمه بتاعتنا استوت تماما بعد ما شربت الميه اللي احنا ضفناها. هنشيلها في طبق خارجي، وهنستخدم نفس الطاسه اللي احنا سوينا فيها اللحمه. السر هنا يا جماعه في حته الليه دي بتدي طعم جميل جدا للشاورما بتاعتنا المصري. هنحطها مع حته زبده، ونسيب الليه تنزل دهونها مع الزبده زي ما انتم شايفين، نقلب فيها كده. هنبدأ ننزل بحلقات من البصل، ونسيبها لغاية لما تتكرمل معانا وشبه تستوي. تمام كده زي ما انتوا شايفين يا جماعة، بدأت تتكرمل معانا ونزلت كل المية بتاعتها او 3/4 المية بتاعت البصل. هنبدأ دلوقتي ننزل بالطماطم ونقلب فيها كويس. هنبدأ ننزل باللحمة بتاعتنا اللي سويناها عشان تاخد من طعم البصل والطماطم. واخر حاجة هننزل بيها البقدونس، وده سر من اسرار الشاورما المصري، البقدونس. بقدونس مقطع حلقات، ونقلب فيها شوية كده
السر التالت بقى يا جماعة، هنضيف معلقتين من سلطة الطحينة. سلطة الطحينة يا جماعة مش طحينة خام، هنعمل سلطة طحينة جانبية عشان طبعا هنحطها في سندوتشات الشاورما. هنحط منها معلقتين على الوصفة بتاعتنا دي، بتدي طعم وتخلي الأكلة جوسي كده، مش ناشفة ولا جافة كده. وصفتنا تمام. طبعا انا حبيت استخدم العيش الكايزر زي ما بيستخدموه في المحلات بره. تمام. هنبدأ نفتح العيش الكايزر بتاعنا ونحط طحينة في أرضية العيش زي ما انتم شايفين، ونبدأ نضيف الشاورما. وصفتنا سهلة وبسيطة، جربوها هتعجبكم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم ونالت إعجابكم. وصفتنا سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل منا كل جديد لكم. وشكرا لحسن متابعتكم ليا، ومنتظر دعمكم للقناة. شكرا لكم والسلام عليكم.